الناس اللي بتاكل في الكافيهات بره، في مكرونه بتبقى اسمها مكرونه الطاسه، او مكرونه بتتعمل في طواجن فخار، او بتتعمل في الاطباق اللي هي فويل المدوره او المستطيله، وفي منها المربع الصغير. المكرونه دي على فكره ما فيهاش بشاميل خالص، طريقتها مختصره جدا. هي الطريقه اللي انا هنزلها لكم دي السر فيها ان هي ما فيهاش بشاميل، سهلة قوي قوي، اي حد يعملها، وحتى لو بنات مبتدئة، حتى العرايس اللي لسه متجوزين، بسيطة جدا. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد. كميه الجبنه هنا ضيفي اللي انت حباه، انا ضايفه حبه صغيره. هنيجي هنا هنعمل العصاج. الطريقه بتاعت العصاج دي انا ما بحبهاش، هقول لكم الطريقه اللي انا بحبها. انا كنت لسه صاحيه من النوم وعملت اي حاجه قدامي، مش شايفه اصلا كنت قدامي. فعملت ايه؟ جبت الوك، حطيت فيه معلقتين زيت، ونزلت باللحمه الاول. يعني قعدت اقلب فيها لغايه لما اخدت صدمه وادتني اللون بيبقى الرمادي ده. حطيت عليها 3 بصلات، ده ربع كيلو لحمه، وحطيت عليها 3 بصلات مفرومين، وحطيت عليها فصين توم. دي مش طريقتي. بصوا الطريقه اللي انا بحبها دي طريقه سريعه. اللي انا بحبها ازاي؟ بدبل الاول البصل مع الفصين التوم، وبعدين بنزل باللحمه. طريقتي انا احلى من الطريقه دي، فانتوا عايزين تعملوا الطريقه دي سريعه اعملوها، عايزين تعملوا الطريقه بتاعتي اعملوها. بس انا طريقتي بما يرضي ربنا طعمها احلى بكتير قوي. هنا انا ضفت معلقه صغيره بهارات، وضفت ملح طبعا حسب الملح اللي بتحبوه، وربع فلفل اسود، وضفت ربع قرفه، وربع جنزبيل، ومعلقه صغيره بابريكا. بس كده. هقلبهم كلهم مع بعض وهركنهم على جنب. بعدين هضيف لهم حبه فلفل اخضر. تعالوا بقى للمكرونه. المكرونه شوفي انت هتعملي قد ايه. انا عامله كيس صغير اللي هو 400 جرام. حطي ميه في حله على البوتاجاز تغلي، وحطي فيها معلقه ملح صغيره، وانزلي بالمكرونه اي شكل انت عايزاه، في روزيلي، مكرونه قلم، مكرونه اللي هي في حلزوني دي، اي حاجه انت بتحبيها. المهم هنا نزلنا بالمكرونه. السر كله هنا بقى في المكرونه. الميه اللي بتحطيها للمكرونه يعني ما تخليهاش قليله، خليها فوق المكرونه ب 10 سنتي كده. مش هعرف احدد لكم الميه، يعني هي نسبه وتناسب. بعد ما حطيت المكرونه في الميه، خليها تغلي بقى لغايه لما تقرب تدخل في التسويه. يعني نقول 80% مثلا تسويه في الميه. هتشوفوا معايا، بصوا بتحسي ان المكرونه بتشرب الميه. اول ما تلاقي المكرونه شربت الميه بتاعتها وفي حبه صغيره قوي تحت، هتعملي ايه دلوقتي؟ برضو عودي قلبيها. وهتجيبي بعدين الحليب. الكيس ال 400 جرام هنا اخد اخد كوبايه ونص حليب، يعني اخد في حدود 350 تقريبا، اخد في حدود 350 ملي حليب. انا ضفتهم عليه كده بعد ما المكرونه شربت الميه بتاعتها. نزلنا بالحليب. هنظبط الملح وننزل برشه فلفل اسود، بس على كده. ونقعد برضو نقلب فيها، ايدك فيها ما ينفعش تشيليها، لو شلت ايدك هتلزق منك المكرونه. قلبي فيها لغايه لما تلاقي المكرونه اتشربت الحليب، بس مش اتشربت الحليب كله، لا، لازم تخلي فيها حبه صغيره. ليه؟ علشان تبقى المكرونه جوسي معاكي وطريه، لان احنا مش هنعمل بشاميل، هو ده يعتبر البشاميل، يعني مكرونه منها فيها يعتبر. النشا بتاعتها بقى خلاص موجود في حبه الميه اللي بقت خالص في اخر الحله، شويه الصغيرين دول اللي بقيوا. بلس لما احنا زودنا الحليب، الحليب اصلا اخد من النشا بتاعه المكرونه، فالاتنين بقوا ميكس في بعض. فدلوقتي هتغلي شويه شويه، هتلاقي الحليب بيتقل معاكي، هيبقى عامل زي البشاميل. فالطريقه دي سهله وبسيطه وسريعه، الكافيهات كلها بتعملها، ومش هقولك انا بعملها لك ازاي، لان هو مش هيعمل لك بشاميل اصلا. ولذلك بتلاقي طعم المكرونه اللي في الكافيه غير المكرونه اللي بتعمليها في البيت. هي دي المكرونه بتاعه الكافيه يا جماعه، اي حد يعملها، بسيطه قوي. هتيجي بقى للجبنه. براحتك بقى، الجبنه عايزه تضيفي ميكس ماشي، عايزه تضيفي كتير ماشي. في ناس بتضيف جبنه بتغرقها جبنه، انا مش حاطه لها كتير. ليه؟ يعني احنا نحاول نقتصد على قد ما نقدر، الحاجه كلها بقت غاليه، الحياه بقت صعبه، بنعمل اكلات كتير، فنوفر، يعني نحط حبه هنا ونحط حبه هنا علشان نقدر نمشي. لكن انا لو حطيت دلوقتي نص كيلو جبنه في الثلاث طواجن دول، يبقى حرام عليا بصراحه. لكن انتوا لو حابين، يعني عندكم امكانيات وعندكم بذخ في الجبنه، لا ضيفي براحتك، خلاص انا ماليش دعوه. انا بقول لك اللي احنا بنعمله، يعني الكميه اللي انا حطيتها دي كافيه قوي.
كده خلاص. شايفين الحليب بيغلي ازاي؟ المكرونه بدات تتشرب الحليب معايا، فهنقعد نقلب فيها لغايه لما خلاص كده الحليب يتجانس مع المكرونه. او في حاجه تاني، لو انت حابه تعمليها بالفراخ اعمليها بالفراخ، اعمليها بالسجق. انا ما باكلش الحاجات دي، يعني انتوا بنات تاكلوا السجق، بتاكلوا النقانق، بتاكلوا معرفش الهوت دوج، الحاجات دي انا ما باكلش الكلام ده. عايزين تعملوها بيه اعمليها، بتحطي حبه زيت في الطاسه وبتقطعيه قطع صغيره، دبليه في الطاسه، وبعدين انزلي عليه ببصلايه برضو مكعبات، وانزلي عليه بحبه فلفل اخضر، بس كده. لو حابين تعملوه لكن حابين تعملوه بالعصاج اهو، حابين تعملوه بالفراخ بتدبلي بصلايه وفصين توم، وبعدين بتقطع الفراخ مكعبات صغيره، وبتحطي الفراخ تسويها مع ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، بس على كده. بعد ما بتسوي الفراخ بتنزلي عليها بحبه فلفل اخضر، حراق بقى او بارد براحتك. وبعد ما بنسوي المكرونه بنلخبط عليها الفراخ زي ما هتشوفي واحنا بنشتغل. انا هلخبط عليها العصاج، انا بعملها بالفراخ كتير قوي اكتر من العصاج، بس المره دي يعني انا كسلت اطلع الفراخ اصلا، فلقيت لحمه قدامي خلاص فهي اللي طلعت يعني. لما بتبقي صاحيه حسب اللي قدامك، والله اللي قدامك بتاخديه من الفريزر، فانتي مش بتفكري اصلا انت هتعملي ايه. يعني هي جت بظروفها النهارده، انا ما كنتش ناويه اعملها اصلا، بس اللي حصل يعني فقلت خلاص خلينا نعمل مكرونه الطاسه دي او المكرونه الطاجن، سهله جدا وبسيطه. شايفين هنا المكرونه بتتشرب الحليب، هتقعدي تقلبي فيها لغايه لما كلهم يتشربوا ويتجانسوا مع بعض. العصاج عندك جاهز. على فكره ممكن تحشوها كبده، يعني الناس اللي بتحب الكبده ممكن تحشيها كبده. قطع الكبده مكعبات او مربعات كده، حط معلقه سمنه ومعلقه زيت، وودي الكبده بقى صدمه قلبيها واعمليها. انا ما بحبهاش بالكبده بصراحه، ماليش فيها. يعني كبده ممكن اكلها محمره اوكي، مسلوقه ومحمره ماشي، لكن احط الكبده مع المكرونه لا، ماليش طعمها، ما يجيش معايا ابدا يعني. فشايفين كده المكرونه والحليب خلاص تجانسوا بعض، الحليب بدأ ياخد نشا من المكرونه، ده اللي احنا عايزينه، ده القوام التمام كده زي الفل. في الفتره دي خلاص هنقعد نقلب فيها شويه ونطفي عليها كده. احنا خلصنا قصة المكرونة، العصاج عندنا جاهز. هنجيب المكرونة هنضيف عليها بقى حبة العصاج بتاعتنا اللي احنا عملناهم. على فكرة العصاج ده مش الربع كيلو، ده نص الربع كيلو، يعني ده التمن يعتبر. انا ركنت الباقي على جنب، هبقى اعمل بيه حاجة تاني بعدين. فكده خلاص هنقلب دول مع بعض ونحطهم في الطواجن. ممكن تعملي مكرونه بالصلصه وتحط عليها حبه العصاج، يعني الحبه اللي باقيه هعملها في يوم تاني، لان ده يعتبر اقتصادي معايا وموفر، موفر قوي قوي كمان. يعني تخيلي انت الربع كيلو لما انا هعمل منه 3 طواجن وهخلي باقيه احطه على شويه مكرونه بالصلصه. ما هي علشان تمشي الحياه لازم نعمل كده، لو ما عملناش كده مفيش اساسا. الايام الجايه محدش هيلاقي حاجه اصلا، ايام ما يعلم بها الا ربنا. يلا ما علينا. كده خلاص انا هامله الطواجن بتاعتي، لو فيها حاجه جت على الاطراف كده هشيلها، وبعدين هحط الجبنه الموتزاريلا. انتوا ضيفوا زي ما قلت لكم، هكرر واقول تاني، ضيفي براحتك النوع اللي انت حباه، وهاتي بالسعر اللي يعجبك اللي تحبيه. الفرن هنا بنشغلها على درجه حراره 200، حطيه في الرف الوسطاني. اول ما تسيح معاكي الجبنه، حابه تشغلي الشوايه شغليها، لقيتيها هي بتاخد لون خلاص تمام. انا بشغل لها الشوايه بصراحه، ولو في اي فتافيت وقعت ولا حاجه كده بنشيلها. هحطها في الصاج بتاع الفرن واحطها في الفرن على درجة حرارة 200. اخدت قد ايه؟ والله انا ما بصيتش في الساعة بصراحة، فانتوا ظبطوا فرنكم شوفوا بتاخد قد ايه. ممكن ربع ساعة، ممكن تلت ساعة، حسب الفرن بتاعتك. المهم راقبيها بعد ما تسيح، اديها لون بالشواية. هي اخدت لون خلاص خير وبركة، ما اخدتش لون شغلي لها الشواية وبس كده. واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.